هيا حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده من الفيديوهات اللي انا بشاركها معاكم كل سنه، وبحب اشارك معاكم كده الافكار والحاجات اللي بعملها إيه، في اعياد الميلاد او في المناسبات عندي في البيت، لان انتوا عارفين انا بحب اعمل الحاجات دي هاند ميد اكتر، وادي فايبس وروح كده للبيت حلو. هوريكم النهارده ديكور هعمله لعيد ميلاد اختي. إيه هو بعمل يعني كورنر كده في البيت يكون ظريف لطيف نتصور فيه او نعمل فيه ذكريات حلوة. هوريهولكوا وهوريكوا كمان شكل التورتاية واعرفكوا اصلا استوحيت الفكرة كلها من ايه. استنوا اوريكوا كده استوحيت الفكرة من ايه. هي الفكرة كلها بدأت من المج. هي الفكرة كلها بدأت من المج بتاع شي ان ده. هي كان عاجبها جدا جدا جدا، وطبعا انتوا عارفين بقى ان تطلبوا حاجات شي ان وتتاخر وكده، فيعني بصوا اما جبناه كان يعني يوم انجاز كده. فانا من كتر ما هي حابه شكله وحابه الفايبس بتاعته، فحبيت اعمل لها عيد الميلاد كله على نفس الديكور. فتعالوا اوريكم بقى كده ظبطته ازاي. هنا اول حاجه انا حبيت اقص سحابات باشكال بقى وبالوان بتاعه المج اللي هو الابيض والبيبي بلو. فانا جبت ده اللي هو الفوم العادي، يعني فوم جليتر ده بيلزق، الابيض مش بيلزق، وقصيت كده شكل سحابة. طبعا بترسموها عشوائية خالص يعني. وهنا عملت واحدة تانية، بصوا ده شكلها. استنى اشيل البورد، انا عايزه اوريكم بس الافكار. يعني بصوا الفيديو النهارده افكار، مش هنشتغله هاند ميد. ودي بس بكوين او بحاجة تقدروا ترسموا وبلاشر. وطبعا كتبت، وانا وريتكم في فيديوهات كتير جدا في الهاند ميد ازاي بنكتب، وممكن كمان تشتروا الحروف دي جاهزة مقصوصة يعني. فعملت السحابة دي عشان دي تكون الماستر عندي، وقصيت كمان سحابات صغيرة كده، ده شكلها. ولزقت فيها بمسدس الشمع خيط شفاف عشان عايزة انزلهم من السقف يعني، فيدوا دايمنشنز وابعاد كده ويبقى الشكل حلو. تعالوا اوريكم كده الديكور كله هيبقى شكله ايه مع بعض. تعالوا بقى كده اوريكم. طبعا عملت فوق بالونات ابيض سادة عشان تدي شكل او فايبس بتاعت السحاب. والستاير دي طبعا حاولت اجيب درجة تكون فاتحة قوي. بصوا دي بيبي بلو ومش بتلمع قوي، فشكلها كده مختلف وجديد. سحابات بقى كتير، بصوا. وبصوا بقى شكل كمان السحابات كده الطايرة دي، هي طبعا نازلة من السقف. بصوا شكل مش قادرة اقول لكم قد ايه طالع. بصوا حاجة كيوت قوي كده. وحطيت بالونات كده بس في الارض، يعني كورنر هادي جدا. الفوم ده يعني ب20 15 على حسب الاماكن، واعتقد ممكن يعني في اماكن 25. شوية بالونات وستارتين، بس بجد عملوا ديكور مختلف حلو قوي. وينفع كمان ده لبيبي شاور او لو عيد ميلاد برضو اطفال يعني، او عيد ميلاد اطفال. بصوا هيبقى الفايبس بتاعته حلوة قوي وشكله كمان كيوت قوي. والفكرة وهما مثلا حد واقف بيتصور ودول بيتحركوا كده حواليه، بيبقى الشكل حلو قوي وبيطلع في التصوير جميل جدا. انا مش عارفة بقى هعرف اكمل لكم تصوير ولا لا. انا عايزة بس اوريكم كمان فكرة عملتها على البورد بتاعت التورتة، و يعني اكون شاركت معاكم بس افكار اكتر يعني. هنا بصوا الفكرة دي لذيذة قوي ان انتوا تعملوا كيو ار كود كده، او ان انتوا تعملوا كيو ار كود لاغنية تقدروا تهديها لهم، سواء بقى باسمهم او اغنية يعني حاجة بتعبر عنكم انتوا. فانا كتبت بعجينة السكر هابي بيرثداي، ولزقت دي على البورد بتاعت التورته، وعامله هنا نتيجه كمان ومعلمه على اليوم بتاع عيد الميلاد. فحاسه ان دي هتكون اصلا حاسه ان دي هتكون سيربرايز لوحدها لما تعمل طبعا على الكيو ار كود ويطلع لها اغنيه سبيشال باليوم او بيها او يعني حاجه سبيشال بينكم وبين بعض يعني.
طبعا بقى انا متأخرة فهروح اكمل التورتة علشان احطها واوريكم الديكور كله مع بعضه. علشان كمان نسهل على نفسنا في عمايل عيد الميلاد في البيت. بصوا، اللي يقدر يشتري المنفاخ ده بجد هيفيده جدا جدا جدا. ده كهرباء وبيكون ممكن يشتغل اتنين مع بعض، سريع جدا وبينجز. وكمان لو احنا عايزين نعمل شكل بالونات، بصوا فيه ده بيتباع. عايزه اوريكم، مش عارفه هيبان ازاي. بصوا بيبقى شريط شفاف كده وفيه اخرام اهي، بصوا بتبان وبتختفي، بيبقى كله اخرام كده فبتقدروا تثبتوا فيه البالونات، بيكون سهل جدا. بصوا ده كده خرم اهو، فبيبقى فيه كمية من الاخرام وبيبقى طويل وبيكفي. وطبعا هنحتاج دبل فيس، فيستحسن انتوا تجيبوا الانواع اللي هي اللي بتكون سيليكون، عشان دي ما بتضرش الحيطة وبتطلع بمنتهى السهولة وما بتشيلش الدهان وما بتبهدلش اي حاجة، سواء النوع ده اسمه باندا او اللي بيبقى الكفر بتاعه احمر، حلو قوي برضو. تعالوا بقى اوريكم الديكور. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة وكان خفيف كده وفيه افكار ظريفة وديكور لذيذ تقدروا كلكم تعملوه في البيت. بصوا والله بجد بمنتهى السهولة، ومش محتاج رسم ومش محتاج فن ومش محتاج اي حاجة. ومش مكلف، يعني اللذيذ فيه بجد ان هو مش مكلف ومش محتاج حاجات من بره، ولا استندات ولا حاجات نسند عليها او نوقف او اي حاجه. وطبعا تقدروا تجيبوا هنا ترابيزه وتحطوا بس عليها تل بيبي بلو، يكون الديكور والسيت اب كله تحفه ولذيذ. وتقدروا طبعا كمان تجيبوا اطباق لايقه، وممكن ان احنا نقص برضو من السحابات الصغيره دي لو على كوبايات شفافه او اطباق شفافه ونحطها، هيطلع الشكل خطير. واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.